بسم الله الرحمن الرحيم. دي رسالتي لابني آدم مصطفى عبد الحميد علي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة سمير جوهر الحديثة للغات ببشتير. أولا يا آدم، أنا حاولت أشوفك وأتواصل معاك مرارا وتكرارا على مدار 12 سنة واتمنعت. يا آدم، في أحد نواب مجلس الشعب السابقين راجل محترم اتدخل في الموضوع وطلب ان انت تيجي عنده في البيت وانا اشوفك واقعد واتواصل معاك. اتقال له هنصلي صلاة استخارة ونرد عليك. فالرجل بدوره قال لهم هو في صلاة استخارة في صلة الرحم؟ هل انتم يعني بتخترعوا دين جديد؟ بص يا آدم، انا حاولت اتواصل معاك كتير جدا جدا جدا، واخرهم عن طريق جروب المدرسة وما حدث، والأستاذ اللي تواصل معاك، المدرس اللي تواصل معاك، الرجل الفاضل المحترم واللي قدم لك النصيحة، وانت رحت حكيت اللي حصل معاك بالظبط. فبالتالي حصلت مشكلة للمدرس. فأنا بقول لك يا آدم، أنا مش خايف عليك من حاجة غير حاجة واحدة بس. انت دلوقتي كبرت، انت داخل على 14 سنة، يعني المفروض تبقى عارف ايه الغلط وايه الصح. انا مش خايف عليك الا انك تكون من قطيع الارحام بس. انا بوصل لك ان انا حاولت اتواصل معاك مرارا وتكرارا. آدم مصطفى عبد الحميد علي، الطالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة سمير جوهر الحديثة للغات ببشتير. انا بأكد على اسمك تاني عشان اي حد يوصل لك الفيديو ده وتشوفه وتعرف قد ايه انا بحبك وقد ايه انا حاولت اتواصل معاك ولكن منعت. الحل في ايدك انت، مش في ايد حد تاني يا آدم. وشكرا. عمري في حياتي ما شفت حد موجوع بالطريقة ديت. عمري في حياتي ما شفت حد مكسور بالطريقة ديت. ايه اللي يخلي اب يطلع بالقهر والكسرة ديت؟ ايه اللي يخلي اب يطلع يتكلم بالطريقة اللي هو بيتكلم بيها ديت؟ المفروض الاب دوت غير ابهات كتيرة. في ابهات بترمي وبتطنش بتنفض. الاب دوت بيحاول مرة واتنين وتلاتة واربعة ان هو يشوف ابنه والكلام دوت مش عارف. وياريت ابنه لو شاف الفيديو، ابوك محتاج لك، يقولك انت بقيت كبير وبقيت مش صغير، حاول تساعد باباك. صدقني قبل فوات الاوان، لاني لو الوقت عدى ساعتها هتندم. جايز ممكن بعد الشر ما تشوفش باباك تاني، لان القهر والظلم والفقدان بيعمل حاجات كتيرة. صدقني هتندم ندم عمرك. كلم باباك وفرحه، روح شوفه، عشان لو حصل حاجة هتندم. رسالة ورأيكم في الكومنتات في الفيديو، شير كتير وتابعوا. السلام عليكم.